بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل فيديو جديد النهارده، واحنا هنشتغل فيديوهات سريعة كده علشان خاطر الحر طبعا، والواحد مش قادر يقف في المطبخ طبعا، ولا قادر ياكل الاكلات الدسمة الكبيرة. فاحنا بنعمل اكلات سريعة كده اللي هي تنفع كده بسرعة. ندخل من المطبخ ونطلع بسرعة وناكلها كده خفيف خفيف. ممكن ناخدها معانا في بحر، او ناخدها معانا في اي حتة احنا عايزين ننزل، اذا كان سندوتشات او معاها يعني مكرونة او حاجات كده يعني للاطفال. احنا هنعمل النهاردة الشيش طاووق. بس لو اول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك عشان الفيديو يرتفع. احنا طبعا هنعمل النهارده شيش طاووق. انا هعمله بالوراك طبعا، لان في بيعملوه بالصدور، بس انا بصراحه ما جربتوش قبل كده بالصدور، ومش عارفه، حاسه ان الوراك بتبقى طريه اكتر، وبيبقى يعني الشوي فيها بيبقى جميل قوي، لان بدل انها طبعا زي ما انتم عارفين هي هتتشوي، فهتبقى ناشفه. لو هي صدور فبتبقى ناشفه شويه، فانا بفضل ان احنا نعمل شيش طاووق بالوراك. انا جبت 3 وراك كبار، وقلت للراجل بس هو يخلوهم لي، يطلع لي منهم العظم، عشان انا ببهدلهم بصراحه لما بطلع منهم العظم، وبياخد مني وقت كبير، والدنيا حر بقى وكده. فقلت بتاع الفراخ ان هو يطلع لي منهم بس العظم. حتى انا شلت الجلد من عليهم، وقطعت منهم الحاجات اللي هي البسيطة كده، اللي هي بتبقى فيهم شوية دهون، شوية حاجات كده. وقطعتهم، وهتشوفوهم دلوقتي انا عملتهم ازاي. انا بدأت دلوقتي بالفلفل الالوان. انا جبت الفلفل الالوان ده كيلو وشوية بسيطة يعني، وقطعته زي ما انتم شايفين كده. نضفت طبعا الفلفلايه، وبعد كده قطعتها مربعات صغيره. التقطيع ده بقى زي ما انت عايزه، مربعات صغيره، مربعات كبيره، شرايط ممكن برضو، بس هي بتبقى ايه، شبه الحاجة اللي انت هتعمليها. فبما ان احنا هنعمل الوراك مقطعة مربعات، فاستحسن ان احنا نعمل كمان الفلفل الالوان مربعات. معلش، اسفة قوي. وبعد كده احنا قطعناه. انا جبت فلفل اصفر واحمر. يعني عشان يبقى شكله برضو حلو قوي كده، بيبقى شكله جميل قوي، بياخد العين، وكمان بيبقى طبعا مفيد جدا. وبقطع معاهم كمان بصل. بس البصل ده حسب الرغبة فيه، أنا بحبه كتير، في ناس بتحبه أقل شوية، بس هو البصل طبعا بيدي طعم جميل جدا، وخصوصا في الشوي. بقشر البصلة وبقطعها كده زي ما انتم شايفين 4 أرباع، بعدين أفردها. لو هي صغيرة 4 أرباع، لو هي أكبر شوية بقطعها. أحاول أقطعها مربعات صغيرة. بفردها كده من بعضها، وبحطها على الفلفل الألوان. وهو ده كده بيبقى اللي هو هيبقى الحشوة زي ما بيقولوا كده، اللي هتتحط فوق الوش. انت بقى تقدري تحطي عليها زي ما انت عايزة، فلفل أخضر، تحطي حاجات تانية، زي ما انت عايزة. أنا بحبها كده تمام. بقى أحط عليهم شوية ملح وفلفل أسمر كده، وشوية بابريكا، وبحطهم على جنب لغاية ما ايه، يعني أكمل بقية الأكلة. بيكون طبعا شربوا من الملح والفلفل الأسمر، وبيبقى طعمهم حلو قوي، والبابريكا بتديهم لون حلو كمان، وطعم حلو قوي في الشوي. إنها بتبقى بتخليهم على حمار شوية كده، فبتخليش الحاجات المشوية بتبقى لونها محروق، بتبقى حاجات لونها كده محمر. انا قطعت الفلفل الالوان والبصل، حطيتهم على بعض زي ما انتم شفتوا كده، وحطيتهم على جنب. جبت بقى الوراك. زي ما انتم شايفين كده، هم 3 وراك زي ما قلت لكم، وطلعت كميه كويسه قوي. احنا 3 افراد اكلوا منها، او يعني ممكن كمان 4 ياكلوا. لو انت عايزه اكتر بتكتري عادي. بقطع الحاجات اللي هي فيها، اللي هي بتبقى عاملة زي العضلات دي، اللي هي بتبقى الصغيرة دي. وبقطع اللي هي حاجات الدهون، وبنضفها كويس قوي. انا اصلا في الاول غسلتها طبعا كويس قوي، ونقعتها في ميه فيها ليمون وملح ودقيق وورق لورا. حتى لو شفتوا انتوا في الاول وانا بوريكم الوراك وهي منقوعه، كان في ورق لورا فيها.
بيدي برضو ريحة حلوة قوي. هنا بننضف بقى الوراك من الحاجات اللي فيها ونقطعها مربعات مش كبيرة قوي عشان تستوي، وفي نفس الوقت ما تتحرقش، تبقى ما تبقاش نية، وتبقى فيها طعم التحميرة دي، وبتبقى جوسي كده من جوه، يعني بتبقى طرية ما بتبقاش ناشفة قوي. فانا بصراحة بحبها قوي الاكلة دي، وولادي بيحبوها قوي، بتبقى اكلة سريعة وحلوة قوي وبسيطة. بعد ما قطعت الفراخ شطفتها شطفة، وبعدين حطيتها في المصفى شوية، وبعدين حطيتها في البولة كده، وهحط بقى اعمل اللي هو الدريسنج بتاعها. دي بهارات فراخ شوي، كانت عندي كيس، هي بتتباع اكياس. انت ممكن تجيبي بهارات شيش طاووق، انا كان عندي دي فبصراحة قلت استغلها، وتحطي بهارات شيش طاووق. ممكن تحطي لو عايزة بهارات اللي هي ناشفة من عندك في البيت، انا كانش عندي شيش طاووق فعملت اللي هي بهارات الفراخ، وعليها معلقتين بابريكا مليانين، وعليهم شوية ملح وشوية فلفل اسمر. لو طبعا عندك توم باودر بيبقى خطير جدا، التوم الباودر ده بيدي ريحة للأكل في منتهى الجمال، وخصوصا الفراخ، يعني خصوصا الفراخ بتحب قوي التوم الباودر. بس انا للاسف ما كانش عندي توم باودر، وحطيت بقى ملح وفلفل اسمر. ممكن برضو عايزة تعمليها سبايسي تزودي شطة، بتبقى برضو جميلة قوي قوي. وحطيت عليهم كمان قلبتهم كويس، وبعدين حطيت عليهم شوية خل وشوية زيت. طبعا انت بتقلبيهم كويس قوي عشان خاطر كلهم يختلطوا ببعض، وبعدين نحط عليهم شوية خل، يعني زي ربع كوباية خل كده، وشوية زيت، برضو ربع كوباية زيت أو أكتر، سن صغيرة مش مشكلة. هنقول نقلبهم كويس قوي قوي، ونحطهم بقى على الفراخ. لازم نقلب كويس قوي عشان خاطر البهارات كلها تندمج مع بعضها، والريحة تبقى تطلع، يعني تبقى ميكسة حلوة قوي كده. بعد ما قلبناها ده بيبقى شكلها، وبنحطها بقى على الفراخ اللي احنا مقطعينها، بنحطها في البولة ونقلبها كويس جدا. طبعا ما نخليش ولا فتفوتة بهارات انا بعملها بالسباتولا دي عشان خاطر مبقاش فيها ولا حته بهارات تروح مني، لان طبعا البهارات بتخلي طعم الحاجه جميل قوي. الشيش وده بالذات عشان بيتشوى على النار، اول ما تحطيه على الشوايه او الجريلا بتشمي ريحه البهارات دي، بتبقى في منتهى الجمال. هي أكلة خفيفة طبعا، من غير بقى صلصة وتسبيك وحاجات كده، نريح شوية، وبنفس الوقت تبقى أكلة مشبعة وفي منتهى الجمال صراحة، وصحية طبعا. احنا بنحب الفراخ قوي، والوراك أكتر أكتر، يعني أكلنا فيها هي الشيش طاووق أو الشوي. يعني مش بنفضلنا أكتر من كده، لكن احنا طبعا ولاد بيموتوا في البانيه. احنا عندنا البانيه ده بيتعمل يعني كل 3 أيام كده، بانيه بانيه. طبعا احنا حطينا على بتاع ده، على الفلفل الالوان ملح وفلفل اسمر، وحطيت اهو شويه بابريكا، ونقلبهم. احنا حطينا البهارات على الفراخ اللي هي على الوراك، وغطيناها بالغطا الاسترتش ده كيس، وحطيتها في التلاجة. حطيتها طبعا زي ما انت عايزه، ساعه ساعتين، يعني على قد ما تقدري تسيبيها اكتر، لان كل ما سبتيها اكتر يكون احسن. ودي بالذات عايزه كتير صراحه، مش هقدر اقول لك نص ساعه ولا ربع ساعه، مش هينفع. يعني ساعه ساعتين، ممكن تبيتيها من بالليل، تعمليها الصبح وتعمليها بعد كده العصر هي، فبتبقى حلوه قوي. جبت الجريلا وحطيت عليها شويه زيت، وسبتها تسخن. لازم الجريلا تبقى سخنه قوي، فبنحطها عليها فبتاخد الصدمة دي، فبتبقى من بره يعني فيها طبقة كده حلوة، ومن جوه بتبقى جوسي. طبعا هي حطيناها زي ما انت عارفة على نار عالية، منوطيش النار، على نار عالية. وبعدين هي بتنزل أصلا طبعا ميتها، وكمان المية بتاعت التتبيلة، وبتفضلي بقى حطاها على النار وتقلبيها كده لحد ما المية اللي في تحت دي تروح. طبعا ممكن تغطيها، انا غطيتها شوية علشان تضمني انها تبقى من جوه مستوية. غطيتها شوية وبعدين شلتها، كملت بقى سواها كده على النار. وطبعا المية اللي انا اللي هي بتحط ده، انا ما حطيتش مية، هي دي ميتها اللي نزلت منها ومية التتبيل.
تفضلي بقى تقلبي كده لغايه ما الميه دي تنشف خالص. بتقومي بقى حاطه الفلفل الالوان اللي احنا حاطينه من شويه كده، وحاطين عليه الملح والفلفل والفلفل الاسمر والبابريكا، ونحطهم عليه. نحاول بقى نخلي الفلفل الالوان ده هو اللي على الارضيه تحت، نطلع شويه الفراخ فوق عشان خاطر يستوي وياخد صدمه. وما تقلقيش من ان هو يبقى بتاع ده الارضيه محروقه وكده، دي بتطلع، دي طبقه بتطلع بسرعه. وتفضلي طبعا كده تعمليها لحد ما الفلفل الالوان تلاقيه دبل وخد صدمه كده، وده بيبقى شكله بيبقى في منتهى الجمال. بيبقى عامليه سندوتشات، تعملي جنبه بطاطس محمره ومكرونه، سندوتشات وبطاطس محمره، بتبقى اكله لذيذه قوي. جربيها ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.